نعم الله جل وعلا كثيرة، ومن أولها قلنا هدايتنا لسبيل التوحيد، فاحمد الله على لا إله إلا الله. وتأمل في دول العالم أحبابي، الآن يأتي بلادنا مجموعة ممن يعملون عندنا الديانة مسلم، اجلس معه ستجد أن كثيرا منهم مسلم لكنه مسلم مشرك. أتزور القبور؟ قال نعم. تتمسح بجدرانها؟ نعم. أتنذر لها؟ نعم. بل بعضهم يقول أنا ما جتني فيزا للمملكة إلا بعد أن قدمت النذور والقرابين لقبر السيد الفلاني. هنا احمد الله على التوحيد، وانقل التوحيد إلى هذا المسكين الذي ما استطاع الوصول إلى رب العالمين. الوصول إلى العقيدة السليمة أعظم نعمة، أعظم من نعمة البترول، وأعظم من نعمة المصحات، وأعظم من نعمة الأمن. إن نعمة وصولك إلى الدين الحق نعمة، وربي لا تساويها نعمة، فاحمد الله. النعمة الثانية التي يجب أن تحمد من شغاف القلب أنك متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. تصدقون أن هناك فئام من هذه الأمة لا يطيعونه عليه الصلاة والسلام. طاعتهم لمن؟ لأسياد الطرق الصوفية، ولحراس المعابد الشركية، ولمن يقف أمام القبور الشركية. ولذلك احمد الله أنك أنت تطيع محمد بن عبد الله، تتبعه. يوجد في عالم الأرض من يقول إني أتبع موسى، وآخر يقول عيسى، وآخر يقول إبراهيم، ولكن إن الدين عند الله الإسلام. دلالتك إلى هذا الدين واتباع محمد عليه الصلاة والسلام نعمة لا يساميها نعمة.